المنتج اللي قدامكم دوت بيساعدك في عمل اشهر الوصفات الصينيه واسمها الدمبلينج او الزلابيه، وفي ناس تاني بتستخدمه في عمل القطايف. فانا قلت مش مهم نجربه في الاثنين ونشوف هل فعلا هينجح معانا ولا هيطلع فاشل. فعلى طول اتحمست وطلبت المنتج زي ما انتم شايفين كده، ووصلني بالشكل الصغير الجميل ده. ويلا بينا دلوقتي نجربه ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. وكل اللي احنا المفروض نعمله باختصار نحط العجينه هنا ونضيف الحشو ونضغط على الزرار ده ونقفل العجينه. ودلوقتي هنبدأ نجهز العجينة. أول مكون هنحتاج كوباية ونص من الدقيق، ربع معلقة ملح، نص كوباية مية. ودلوقتي هنقول بسم الله ونعجن كويس. وبعد ما تتلم معانا العجينة ناعمة وطرية وما بيتلزقش بالشكل ده، دلوقتي هنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة 60 دقيقة. وعقبال ما العجينة ترتاح هنبدأ نجهز الحشو. هنحتاج حوالي 250 جرام صدور فراخ، وهنبدأ نقطعهم قطع صغيرة. وبعد التقطيع هنفرمهم في الكبة. وبعد ما نفرم الدجاج هنضيف عليه 3 فصوص ثوم مبشورين، نص معلقة صغيرة جنزبيل، بصل أخضر وهنقطعه قطع صغيرة، كزبرة أو بقدونس، نص معلقة صغيرة بهارات دجاج، نص معلقة صويا صوص، ربع معلقة زيت سمسم وممكن نستبدله بزيت عادي، ربع معلقة فلفل أسود. وهنقول بسم الله ونقلب كويس. وبعد التقليب كده الحشو أصبح جاهز. وآخر خطوة هنجهز الصوص اللي هنغمس بيه. هنحتاج معلقتين كبار صويا صوص، نص معلقة كبيرة خل. ودلوقتي هنسيبه على جنب. وهنحتاج معلقة كبيرة شطة أو فلفل مجفف مطحون. وهنقول بسم الله ونضيف عليه معلقتين كبار زيت سخن بيغلي. وبعد ما نضيف الزيت هناخد منه معلقة كبيرة ونضيفها على الخليط اللي كنا سايبينه على جنب. وبعد التقليب كده الصوص اللي هنغمس بيه أصبح جاهز. ورجعنا لكم بعد مرور 60 دقيقة على تريح العجينة، وكده العجينة أصبحت جاهزة. ودلوقتي هنضيف رشة دقيق، وهنبدأ نقطع العجينة جزئين بالتساوي. وهنبدأ نقطعها قطع صغيرة. ودلوقتي هنجيب قطعة من العجينة وهنضيف عليها رشة دقيق، وهنبدأ نفردها على شكل دائري بسمك رقيق. وهو ده كده الشكل المطلوب، عجينة رقيقة بالشكل ده. وممكن نستخدم قطعة عجين تساعدنا في التدوير، وهتطلع معانا مظبوطة بالشكل ده. وبعد ما خلصنا باقي الكمية هنجيب قطعة العجين وهنبدأ نحطها على الجهاز بالشكل ده. ودلوقتي هنضيف الحشو. وبعد ما نضيف الحشو هنقول بسم الله ونبدأ نضغط. وهي دي كده النتيجة. ودلوقتي هنبدأ نشيل الزيادات. وكده الزلابية الصيني أصبحت جاهزة على التسوية. واهم خطوه عشان العجينه تقفل كويس الحواف ما يكونش عليها دقيق، وممكن نمسحها بالميه بالشكل ده. وهو ده كده الشكل النهائي، وكل اللي علينا هنشيل الزيادات. وهنجربها برضو بالقطايف. وزي ما انتم شايفين كده النتيجه كويسه جدا. وبعد ما نخلص باقي الكميه دلوقتي هنبدا في التسويه. وعلى نار متوسطه هنضيف سنه زيت. واول ما الزيت يسخن هنقول بسم الله ونبدا ننزل الدمبلنج او الزلابيه. واول ما تاخد معانا لون ذهبي محمر بالشكل ده هنجهز غطا ونضيف حوالي نص كوبايه ميه ونقفل على طول.
وبعد مرور حوالي 5 دقايق هتبقى معانا بالشكل ده، ودلوقتي هي جاهزه على الاكل. وكده الدمبلنج او الزلابيه اصبحت جاهزه على الاكل، وعايز اقول لكم ان ريحتها حرفيا في منتهى الجمال. وهو ده كده شكل الحشو من جوه، وطالع معانا مستوي وحلو قوي. وكده كل اللي عليك تقول بسم الله وتغمز وتدوق. بسم الله. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده اني مستغرب جدا ان اول ما جربت المنتج ده سواء على القطايف او الوصفه الصيني اللي احنا لسه عاملينها ان هو نجح معانا. الغريب بقى ان في ناس كتير قوي جربته وفشل معاهم، لكن في بعض الاسباب كده عايز اوضحها ممكن ده يكون السبب. اول حاجه حواف العجينه ما ينفعش يكون عليها دقيق، ويفضل كمان نمسحها بالميه. تاني حاجه كميه الحشو لازم تكون قليله عشان يقفل معانا بكل سهوله. اما بقى بالنسبه للقطايف انا ما ضفتش عليها دقيق ولا مسحتها بالميه ولا اي حاجه خالص، كل اللي عملته قللت كميه الحشو وقفلت معايا بكل سهوله. فالمهم هنا بقى، هل انتوا شايفين الجهاز ده وتستاهل ان احنا نشتريه ولا هو مجرد شكل على الفاضي؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد.